عارفين ايه اكتر 10 حاجات خطيره بنعملها في ولادنا لما يسخنوا حرارتهم ترتفع؟ اهلا بكم، انا محمد عبد الرحمن ودي قناه فيما وراء الصيدله اتعالج صح. لو اول مره بتتابعنا فضلا اشترك في القناه وفعل زر الجرس. الحراره عند الابناء بتسبب خوف وهلع وتخلي الام قلبها ياكلها والاب يحتاس، وتحت الضغط ده بنشوف سلوكيات غلط مع الدواء للاسف ممكن تؤدي لكوارث لا قدر الله. واحد، اننا ندي للطفل اكتر من نوع مسكن وخافض حراره في نفس الوقت في نفس اليوم ويكونوا من نفس الماده الفعاله. ده ممكن يخلينا نتجاوز الجرعه الامنه وندخل في الجرعه الزايده. مثال على ده استخدام ستال نقط، ستال لبوس، برامون شرب، تمبورال شرب، كل دول مادتهم الفعاله هي باراسيتامول ولكن منتجات باسماء تجاريه مختلفه. الصح هنا اولا اني اقلل التدخل العلاجي في الحاله والتزم بنصايح الطبيب والصيدلي. يكفيني بس في حاله الطوارئ اول ما اكتشف تعب ابني وسخونيته واكون عاوز اديله علاج ومش عارف اتواصل مع طبيب او اروح لصيدليه، يبقى ساعتها هكتفي بنوع واحد بس هديهوله بجرعه معتاده لحد ما اتواصل مع المتخصص. اتنين، اننا نستخدم اكتر من نوع مسكن وخافض حراره ولكن بيكونوا من مواد فعاله مختلفه، والمواد دي بتكون تقيله، الاخراج بتاعها من الكبد والكلى صعب شويه. زي ايه؟ زي ماده الايبوبروفين وماده الديكلوفيناك، الاثنين مواد قويه كل ماده منهم كفيله لوحدها انها تسكن الالم وتخفض الحراره بدرجات متفاوته. استخدام المادتين مع بعض في نفس الوقت ونفس اليوم وتكرار العمليه دي ممكن للاسف يعمل مشاكل في الكلى وفي الكبد للرضيع وللطفل وساعات لكبار السن اللي هم عندهم مشاكل في الوظائف بتاعه الكبد والكلى. امثله على الماده بتاعه الايبوبروفين اشهر حاجه بروفين شورب، كونتا فيفر، ايبوفين، ميجافين، ماركوفين. دول كلهم ممنوع نستخدمهم في نفس اليوم مع منتجات يكون فيها ماده الديكلوفيناك. اشهر اصنافها دولفين لبوس، بيبريليف لبوس، فولتارين لبوس او كاتافلاي شورب، وطبعا في منهم كاتافلام حقن، فولتارين حقن، ديكلوفين حقن، اولفين حقن. وان كنا بعد شويه هنتكلم عن محاذير الحقن تحت 4 سنين، لكن يكفينا دلوقتي نقول اننا ما نديش نوعين من مسكنات وخفض حراره اقوياء مع بعض في نفس اليوم. وهنا انا اتمنى من اخواتنا الاطباء اذا كان ضروري حضرتك هتكتب للمريض بتاعك نوعين مسكن يبقى نوع واحد منهم يكون باراسيتامول والتاني حضرتك اختاره براحتك، وتفهم المريض انه يستخدم النوعين بالتبادل كل 8 او 6 او 4 ساعات. يعني مثلا الساعه 12 هندي جرعه ستال شورب، الساعه 4 ندي جرعه بروفين شورب، الساعه 8 ندي جرعه ستال شورب تاني، الساعه 12 نرجع ندي بروفين شورب، وهكذا. 3، اننا بنكلفت الطفل ونغطيه باغطيه تحبس الحراره زي اللحاف الحراري والبطانيات البوليستر على امل ان هو يعرق وحرارته تقل، لكن اللي بيحصل ان النوعيات دي من الاغطيه بتكتم الحراره، بتخلي الطفل او الرضيع كانه محبوس في مج حراري محتفظ بالسخونيه ومش بتنزل خالص مهما ندينا في علاج. الصح هنا اننا نخلع عن المريض اي هدوم تقيله ونكتفي بالهدوم القطن الخفيفه. لو في الصيف هنفتح عادي الاوض الابواب والشبابيك، ولو في الشتاء نقفل الابواب ونقفل الشبابيك ونتاكد ان مفيش هواء خارجي داخل، وبعدها نخلع عن الطفل اي هدوم تقيله ونخليه بالخفيف بس. وهنا حد هيقول ازاي يا دكتور ده سقعان بيترعش وعاوز يتكلفت علشان يعرق واحنا قاعدين نزود اصلا عليه في الاغطيه، وانا بقول لحضرتك معلش هودني، ولو ضروري غطيه بملايات قطن تكون خفيفه تديله الايحاء ان هو متدفي ولكن هي مش هتاثر على حرارته، وبعد ما حرارته تنزل هتلاقيه مش سقعان ولا بيترعش. 4، اننا بنهمل في عمل الكمادات على مقدمه الجبهه على القوره او على الراس عموما، وبنهمل اننا ندي الرضيع او الطفل اللي حرارته عاليه دش بارد، بنخاف ونقول ده هو عنده برد نديله احنا دش في البرد ده، رغم ان دول من اهم خطوات خفض الحراره. وللاسف عدم خفض الحراره على الراس بيسبب مشاكل في الكهرباء بتاعه المخ، المشاكل دي ممكن توصل للاسف لتشنجات ونلاقي الحاله وصلت لا قدر الله لبعض انواع الصرع، تاخر الوظائف، تاخر النطق، ضعف الذاكره او التركيز او الحركه. الصح هنا اولا اننا بنعمل كمادات بارده او جاهزه نلزقها على الجبهه، وممكن كمان نلزق واحده على الكتاف، ده بيساعد في خفض حراره الجسم كله. في حد بيقول طب هي الكمادات اللي على الراس هتخلي درجه الحراره في الجسم كله تنخفض؟ ايوه يا فندم، لما بنقلل حراره جزء من الجسم الا وهو الراس الجسم كله بالتدريج حرارته بتقل. طيب في حد تاني يقول طب واذا ما تجاوبش مع الكمادات ساعتها لازم حضرتك تديه دش بارد حتى لو في عز شهر رطوبه. ما نخافش يا جماعه، المهم بس مش ان احنا نحط الطفل تحت دش كده خبط لزق فيجي له رعشه ويجي له صدمه عصبيه، لا احنا هنبدا بالتدريج، هندخله دوره الميه ونقفل عليه بحيث برده ما يكونش فيه هواء داخل، وهنفتح الدش ونبدا واحده واحده نملس على جسمه بالميه لحد ما يبدا يستحملها. بعد كده ندخله تحت الدش بالتدريج، بعد دقائق صدقوني هيفوق وهيستحلى الميه وهيبقى مش عايز يخرج من تحتها. اهميه خطوه التبريد دي اننا كمان بننزل بالحراره لاقل من 38 درجه علشان نزود استجابه الجسم للعلاج. 5، لو الطفل المحموم ده ذكر ولد احنا بنهمل اننا نعمل كمادات او تبريد لمنطقه العضو الذكري وكيس الصف، وللاسف خطوره عدم التبريد ده برضو ان الخصيه لا تتحمل الحراره وبتتاثر بالحراره العاليه جدا وتسبب اثار غير محموده للطفل ده لما يكبر ويبلغ. الحل هنا بسيط جدا، احنا بنلبس الرضيع او الطفل ده بنطلون قطن مبلول ما يكونش غرقان ميه، يعني يا دوب مبلول خفيف كده ومعصور. بخصوص عمليه الكمادات والتبريد دي للاسف في ملحوظه مهمه، كذا مريض على مدار السنين اللي فاتت بلغوني ان كذا طبيب مختلف معرفش يعني مرجعيتهم انهي بروتوكول في التعامل مع الحراره حذروا المرضى من عمل الكمادات على الراس، وتحديدا كانوا بيقولوا لهم ان الكمادات لما انت هتعملها على الراس الحراره هتسيب الراس وتنزل على البطن وساعتها تعمل نزله معويه. طيب هنا انا بحتف على زميل
زميلي الطبيب المحترم اللي قال كده او الاطباء اللي قالوا كده. حضرتك انا بقول لك وانت سيد العارفين، الحراره على المخ بتتلف خلايا المخ بصوره لا رجعه فيها، والحراره على الخصيه بتتلف خلايا الخصيه بصوره لا رجعه فيها، وهتتلف مستقبل الولد. سعادتك خايف يجي له نزله معويه؟ انا بقول لحضرتك في حرامي سرق البيت، فبدل ما حضرتك تهتم بالفلوس والذهب والحاجات القيمه رايح تدور على حلال المطبخ. مخ الطفل وكيس الصفن بالنسبه للذكور مناطق هامه يا جماعه، وبروتوكول علاج الحميات كده. والله مره والد طفل اتصل بيا مخصوص يشكرني ويعتذر لانه دايما كان مختلف معايا ورافض يعمل كمادات وحموم لابنه، ومراته كانت متشدده في ده ومصممه، لحد ما مره الابن تعب واضطروا يروحوا بيه مستشفى الحميات هنا في اسكندريه، ولقاهم بيعملوا كل اللي انا قلت له عليه، كمادات ودش بارد ونقع في ميه بارده، وفهموه ان ده الصح. فالراجل مشكورا قرر انه يعتذر لي. 6. اننا مش بنشرب الطفل ده ميه وسوائل بالصوره الكافيه، رغم ان شرب الميه في حد ذاته قادر يخفض الحراره. الصح نشربه ميه في درجتها العاديه كوب كل ساعه، ونشربه سوائل دافيه كمان زي الليمون، التليو، اليانسون، النعناع وغيرهم حسب حالته طبعا وحسب نوع العشب الملائم ليها. وكمان نشربه شوربه، كمان نشربه لبن اذا ما عندوش اسهال او ما عندوش سبب يمنع شرب اللبن. وناخد بالنا اننا لو ما عملناش ده كده هنعرض الحاله للجفاف، وتبتدي ندور بقى على محلول جفاف، او الطفل يتعلق له محاليل وريديه، والا الطفل ممكن يصيبه الضعف والهزال، ممكن يصيبه اغماء، والاخطر تدهور حاله الكبد والكلى. 7. اننا بنشغل عليه المروحه او التكييف ظنا مننا ان ده هيخفف حرارته، او ان الحراره اللي في جسمه دي مرتبطه بحراره الغرفه. ده غلط، ده ممنوع. والبديل بتاعه اننا بس نسيب وسيله تهويه للمكان تغير الهواء فقط، لكن تشغيل المروحه او التكييف هيضعف مناعه الطفل ويزود الحراره مش يقللها. 8. اننا بنستعجل وندي مضاد حيوي وتركيبات حقن، في الغالب بتكون عضل، والحقن العضلي الخلفي في الفخذ المفروض يتمنع تحت 4 سنين او يتقنن، وخلال الفتره دي لو ضروري نحقن الطفل نحقنه في عضله الفخذ الاماميه مش الخلفيه. الحقن في العضله الخلفيه بيسبب تشوهات، الحقن في العضله الخلفيه ممكن نلمس العصب وساعتها لا قدر الله هيحصل شلل دائم. ده طبعا غير ان استخدام المضاد الحيوي من نفسنا غلط، زي ما قلنا بيسبب ممانعه، بيقلل فاعليه المضاد. الحاله اصلا ممكن تكون سببها التهاب فيروسي او اسهال طفيلي في المعده، ويزيد باستخدام المضاد الحيوي، واحنا نبقى عقدنا الموقف بدل ما نحله. ضروري يا جماعه ان نوقف مهازل وفوضى المضاد الحيوي ارجوكم. 9. اننا في بعض المناطق الريفيه بنعمل كمادات بالخل او بالكحول الاحمر سبيرتو، دول ناهينا على تاثيرهم على حساسيه الجلد وحساسيه الصدر، ان ممكن الطفل دوت يتكتم ويكح بسببهم، مش هيفيدوا بالدرجه الكافيه في موضوع الحراره. الصح هي يا دوب كمادات بارده او كمادات جاهزه زي ما قلنا. وبرده ناخد بالنا مش معنى ان هي كمادات بميه بارده ان نلاقي الناس بتستخدم تلج. التلج هيعمل صدمه عصبيه للطفل، التلج التعرض ليه مباشر على الجلد لفترات طويله هيعمل التهاب في الجلد زي الحرق بتاع النار بالظبط. 10. اننا مش بناكل عيالنا وهم تعبانين، سواء لانهم مش سهل اقناعهم ودماغهم ناشفه، او لاننا بنزهق بسرعه ومش بنعرف نحيلهم. في الحقيقه حتى لو سبب التعب احتقان حلق او نزله معويه وفي قيء واسهال والطفل خايف ياكل علشان ما يرجعش، احنا لازم نحايل اولادنا ونقدم لهم اكل صحي مناسب، حاجات بسيطه زي شوربه الخضار، شوربه فراخ مسلوقه، مكرونه مسلوقه، رز مسلوق، بطاطس مسلوقه. ممكن ندي كمان فواكه زي البرتقال، زي الجوافه، التفاح، حاجات تتقطع قطع، ممكن نشربهم عصير. وممكن ندي زبادي مش بارد ويكون متحلي بعسل النحل، بس ده مش في حاله انه يكون عنده اسهال. المهم ان الطفل ياكل ويتغذى. طيب لو رضيع، لبن الام الاختيار الامثل، والام كل ما تحسن نوعيه اكلها وتزود الاكل الصحي وتبعد عن الاكل الغير صحي هتلاقي حاله ابنها وصحته بقت تمام. ولو اللبن الطبيعي فيه مشكله، او لو الطفل بيرضع صناعي وفجاه جاله ترجيع او اسهال، فالشركات عامله انواع مخصوص للترجيع وللاسهال، وفي كمان انواع للحساسيه وللمغص والتقلصات. حاجه اخيره لو سمحت، وجود ترمومتر في البيت ضروره، والترمومتر لو ديجيتال بيكون اسهل من الزئبق. المهم في الحالتين نقيس صح، في الغالب الامان نقيس تحت الابط، ونخلي بالنا من الترمومتر الزئبق لو اتكسر علشان الازاز ما يعملش جروح. احنا بنقيس ازاي؟ بنزود نص درجه تحت الابط، يعني لو قسنا والجهاز طلع 37.6 يبقى القياس الفعلي 38.1. الحراره الطبيعيه، علشان برضو في ناس بتقلق لما بتلاقي الحراره بتقل عن 37، الحراره الطبيعيه من 36 ل 37. طيب الحراره زادت عن 37، لما توصل ل 37.3 ساعتها بنحتاج تعامل شرب ميه عاديه وسوائل، وبنعمل كمادات. اذا ما فيش استجابه بندي مسكن بسيط واحد زي ما قلنا لحد ما نستشير متخصص. طيب الحراره وصلت ل 38 هي في المتناول، بس برضو ما نهملهاش. طيب الحراره من 38.5 ل 39.5 لازم نروح لمتخصص بسرعه. طيب الحراره وصلت 40 لازم نروح مستشفى بسرعه فورا. وفي كل الاحوال يا جماعه لحد ما نتواصل مع متخصص ولحد ما نروح مستشفى برضو نشرب ميه بكميات كتير، نعمل كمادات على الجبهه، نلبس الولد بنطلون مبلول، ندي مسكن بسيط، لان ساعات بتفاجئ باهالي يقولوا احنا ما رضيناش نعمل للطفل حاجه علشان اما نجي لك تلاقي الواد على حالته سخن. طب هو انا كدبتك يا حاج؟ انا مصدقك وربنا. ولما هتقولي كانت حرارته 38.5 وشربته ميه ولزقت له كماده وجبته لك، انا احبك واجيب ناس تحبك والله، لكن ما ينفعش تسيب الطفل سخن علشان انا امسك اللقطه. لا، احنا الهدف بتاعي انا والهدف بتاعك انت ان حرارته تقل. سبب الحراره بقى وعلاجها واستمراريه انها تفضل واطيه دي هنتكلم فيها لما انت تجيلي او تروح للطبيب بتاعك ويفهمك السلوك الصحي ايه. ربنا يحفظ حضراتكم ويحفظ اولادكم من كل سوء. دمتم اصحاء واشوفكم على خير. سلام عليكم.